الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ يلا بقى كده جولة على شاطئ اسكندرية. بصراحة اللي حابب يجي الايام دي حلوة جدا. الشاطئ فاضي ومش زحمة خالص، والمية تحفة والجو جميل جدا بصراحة. شايفين؟ مش زحمة خالص، يعني اللي حابب يجي بقى يوم كده قبل المدارس يجي. الجو عامل ازاي؟ هو صراحة الموج عالي شوية، يعني في بس يعني مش بيخض ولا حاجة، الجو حلو. اللي حابب بقى يجي اسكندرية يجي بقى يتفسح كده ويعيش له حتى لو يوم، بتفرق جدا والله يعني في النفسية بصراحة. شايفين؟ الجو حلو قوي، لا هو حر ولا هو برد، يعني حلو مريح بمعنى اصح. ان شاء الله. الموج عالي قوي. اسكندريه طبعا معروفه بجوها الجميل، يعني كل المحافظات بتحب تجيها بصراحه، وهي محبوبه جدا عند ناس كتير بصراحه. في اول الصيف كانت زحمه جدا، ما كانش حد، يعني اهل اسكندريه فعلا ما كانوش بيعرفوا يطلعوا بسبب الزحمه. لكن دلوقتي خلاص الدنيا هدت بقى، والمدارس الدروس بدأت وكده، فالموضوع بقى حلو جدا يعني ومريح، وخصوصا الجو ما بقاش بقى حر كده، والدنيا بقت حلوة الصراحة. شايفين؟ وزي ما قلت لكم اللي حابب يجي بقى يجي يتفسح بقى، وحتى لو يوم يغير فيها جو ان شاء الله. عايزة اعرف بقى مين من متابعيني بيجي هنا اسكندرية كتير ولازم كل صيف يجي. في ناس اساسي عندها كل صيف لازم تيجي. زوز ولا زوز؟ ام الرملة. واو، جو تحفة بجد، تحفة. اسكندرية دي طبعا العشق، يعني مهما تروحوا ومهما تروحوا اماكن مختلفة وكده، لا بالنسبة لناس كتيرة قوي اسكندرية اساسي عندها في المصيف. ف ما شاء الله الجو الايام دي حلوة قوي. ده بقى اقول لكم على الشاطئ ده، شاطئ الدروفيش. نعم، معمول جديد. نعم. اه ماشي. يلا كده خلاص، الفيديو بتاعنا خلص، وان شاء الله اشوفكم في فيديو كتير، في فلوج كتير ان شاء جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.